مع 12 ديال الليل في واحد الليله عام 1985 واحد السيده كانت جالسه في بيتها كتفرج في التلفازه. شويه سمعت شي تقرقيب جاي من ليطاج التحتاني ديال الدار ديالها. السيده ما عرفتش منين جا داك الصوت وما تجاهلاتوش، هبطات من بيتها باش تشوف شنو واقع. مع وصلت لتحت شافت في واحد السرجم من السراجم ديال الدار ديالها واحد السيد اللي معلق تما باغي يدخل لداخل. داك الراجل شافها وهو يهرب. دازو شي اعوام شافت في الاخبار واحد الحادثه ولا واحد الجريمه كتشبه بزاف لداكشي اللي وقع ليها هي في الدار ديالها، ولكن هاد المره وفي هاد الجريمه وقعت مأساة كبيره، وتما عرفت ان داكشي اللي وقع في دارها كان انذار كبير من واحد الخطر اللي نجات منه. السلام عليكم، سميتي سكينه ومرحبا بكم في قناه سوكي ستوريز. الناس الجداد اللي اول مره كيجيو لهاد القناه، الا كنتم من عشاق القصص الواقعيه فهاد القناه درت لكم. كنحطوش قصص طول السيمانه كل اثنين وخميس. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وكتشجيعوا دعم منكم ما تنساو ليا زر الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. الاحداث ديال القصه ديال اليوم غادي يبداو في واحد المدينه سميتها كولين وود، جايه في مقاطعه اونتاريو في كندا. تما كانت كتعيش واحد السيده سميتها ديبي تايملوك في عمرها 33 عام، وكانت كتعيش معها بنتها ليسي اللي في عمرها 6 سنين. ديبي من قبل كانت مزوجه بواحد السيد سميتو راندي تايملوك، ولكن وغير دازت 4 سنين ديال الزواج، وفاش كانت في العمر ديال بنتهم غير عامين طلقوا حيت صافي ما بقاوش متفاهمين. ديبي خدات الحضانه ديال بنتها وبدات كتقاتل باش تعيش هي وياها مزيان وما يخصهم حتى شي خير. هادشي كان صعيب عليها حيت المدينه اللي كانت ساكنه فيها كانت صغيره شويه وما فيهاش بزاف ديال الفرص ديال الخدمه، فلذلك ديبي بزز باش لقات خدمه كسكرتير في شي مكتب ورجعت تكمل قرايتها باش فاش تخرج يتفتحوا ليها فرص جداد وحسن. ديبي في هذه المرحله من حياتها ما كانش عندها الوقت بمره، كانت كتخدم وتقرا وعاد عندها بنيته من الفوق اللي خاصها تقابلها. واخا هكاك مره كانت كتلقى شي وقيت هكا كتلاقى مع الاصدقاء ديالها كيخرجوا يسهروا وتفوش شويه على برا. وداكشي اللي كان دارت نهار 19 يونيو عام 1989. كانت دات بنتها للعائله ديالها باش يباتوا عندها، وهي رجعت للدار وجدات راسها باش تخرج تلاقى مع صحابها. كلشي داز مزيان، خرجت تلاقات معاهم ودوزات معاهم وقت زوين، وقبل شويه من 12 ديال الليل رجعت بحالها لدارها. كانت رجعت وخلات الاصدقاء ديالها مازالين غيزيدوا يسهروا، وحتى هي كانت باغا تزيد تسهر معاهم، ولكن حيت كانت لا غد لي غادي تخدم في الصباح بكري فاضطرت انها ترجع لدارها باش تنعس شويه وترتاح. الامور كلها كانت كتبان عاديه في ديك الليله، ولكن كانت غير كتبان عاديه وصافي. حدا الدار ديال ديبي في الظلام كان مخبي واحد الوحش، وكان كيتسنى غير الفرصه امتى يهجم، والضحيه ما على بالهاش. مع 3:25 ديال الصباح في النهار ديال 20 يونيو، يعني لا غد ليه من مور ما خرجت ديبي تسهر مع صحابها، مركز الطوارئ 911 وصلتهم مكالمه من عند واحد السيده كانت كتبان كتهضر غير بزز بحال الا كتشد راسها باش ما تفقدش الوعي، وكانت مخلوعه في نفس الوقت. فجاوبوها قالت لهم راه شي واحد هجم عليا في داري، عفاكم عتقوني. ديك الساعه مباشره صيفطوا سياره الاسعاف والبوليس لدارها اللي كانت جايه في هذا المجمع السكني. فاش وصلوا لقاو الباب ديال الشقه ديالها مسدود، كانت ساكنه في الغيد شوسي يعني هي لتحت كاع، واضطروا يهرسوه باش يقدروا يدخلوا. مع دخلوا في الصالون ديال الشقه في الارض بانت لهم واحد السيده طايحه غارقه في دمها وما لابسه والو، ما كانش كتحرك. وفاش قلبوها لقاوها ميته. من البلاصه فين لقاوها فين لقاو الجثه ديالها عرفوا انها هي اللي اتصلت ب 911. كانت حدا التليفون اللي هضرت منه، وحيت كانت كتموت خلاتو هكاك معلق. ديك السيده للاسف كانت ديبي اللي يلاه في الليله اللي من قبل تلاقات مع الاصدقاء ديالها وكلشي كان غادي مزيان. دابا فجاه حياتها تسرقت منها. فشكون مول الفعله؟ واهم سؤال، علاش دار هاد الشيء؟ من الشوفه الاولى ومن الحاله ديال ديبي كانت باينه انها تعرضت لهجوم خطير في وسط منظارها، ولكن البوليس ما كانت عندهم حتى شي فكره على شنو بالضبط وقع تما. بداو كيدوروا في مسرح الجريمه، واول حاجه لقاوها هو واحد المسار ديال الدم اللي كان بادي من البلاصه فين كانت الجثه ديال ديبي. فاش بداو كيتبعوه لقاوه جاي من بيت النعاس ديالها. هادشي كيعني ان الجريمه وقعات في بيت النعاس، وهي بدات كتزحف وبزز باش وصلت للتليفون باش عيطات على 911. وفي داك بيت النعاس لقاو بزاف ديال الدم في كل بلاصه، في الناموسيه، في الغطاء، في الحيوط، في كل شيء. في التشريح لقاو انها تعرضت للضرب والخنق، ولكن ماشي هادشي اللي قتلها. سبب الوفاه الحقيقي كان هو الطعن. كانت عندها طعنه في صدرها اللي قاست ليها نيشه للقلب، وطعنه اخرى في ظهرها اللي قاست ليها نيشه للعمود الفقري. الاطباء ديال التشريح قالوا ان في الغالب الطعنه الثانيه اللي في ظهرها اللي قاست ليها العمود الفقري شلتها من النص لتحت، يعني الجزء السفلي للجسد ديالها تشلل. يعني من مور ما تعرضت للهجوم، من مور ما الطعنات والتخنقات والتضربات، عانات باش قدرت توصل للتليفون باش عيطات على 911، حيت كيف ما قلت لكم رجليها تشللوا. ومن غير هادشي كامل لقاو انها تعرضت
الاعتداء جنسي، وكانت باينه اصلا من الاول حيت فاش لقاو الجثه ديالها ما كانت لابسه والو. اول حاجه بداو كيقلبوا عليها البوليس في مسرح الجريمه هي منين دخل المجرم، وما داش بزاف لقاو منين دخل من السرجم ديال الكوزينه كان محلول، وكانوا الماعن والماكله اللي فوق البوطاجي مشتتين. واحد من البوليس اللي كانوا حضروا تما في مسرح الجريمه كان كيعرف ديبي شخصيا وكيعرف العائله ديالها، وبالخصوص خوها حيت كان صاحبه، وكان عارف ان عندها بنت صغيره. ولكن دابا فاش قلبوا الدار كامله ما لقاوش بنتها، فبدا كيشك انه وقعت ليها شي حاجه خايبه، خطفها المجرم او قتلها ودا الجثه ديالها شي بلاصه. ديك الساعه مباشره قالها البوليس الاخرين وعيط على الوالدين ديال ديبي باش يطمئن على البنت، باش يشوف واش كاين عندهم، باش حتى الا ما كانتش مباشره يبداو كيقلبوا. صونا المره الاولى حتى شي واحد ما جاوب حيت كان باقي الصباح بكري وكلشي كان ناعس. حتى صونا المره الثانيه عاد جاوبات الام ديال ديبي، ومع جاوبات قال لها معاك البوليس، بغيت نسولك على بنت ديبي واش كاينه عندكم في الدار. قالت ليه راه جابتها امها لعندنا في العشيه ديال البارح، علاش شنو واقع؟ البوليس ارتاح حيت سمع ان البنت ما وقع ليها والو، ولكن في نفس الوقت دابا خاصو يقول للوالدين ديال ديبي شنو وقع لبنتهم، يقول لهم باللي تقتلات في دارها. تشجع وفي الاخر قالها لهم، وكانت صدمه كبيره. بنتهم يلا شافوها غير شي ساعات من قبل، كانت بخير وما نقصها حتى شي خير. كيفاش دابا ماتت وماشي حتى متعاديه، ماتت مقتوله في وسط من دارها؟ صراحه صعيبه بزاف. الخبر ديال هادشي اللي وقع ما صدمش غير العائله ديال ديبي فقط، صدم الناس كاملين ديال ديك المدينه، خصوصا وانها مدينه صغيره وما فيهاش بزاف ديال الناس، وقليل فين كتوقع فيها شي جريمه. اخر جريمه قتل وقعت تما كانت في 1970، يعني 19 عام قبل، فالناس ما مولفينش كيسمعوا بحال هاد الخبارات. واللي كان خلعهم اكثر هو المجرم، كان واحد منهم، يعني يقدر يكون الجار ديالهم، يقدر يكون الاستاذ ديال ولادهم، يقدر يكون السيد اللي ديما كيدوز حدا دار، المهم يقدر يكون اي واحد. ما كانوش عارفين شكون هو، وما عارفينش واش غادي يعاود يهجم ولا لا. البوليس في الاول ومن بعد ما عرفوا ان ديبي في الليله اللي من قبل كانت خارجه مع الاصدقاء ديالها، فشكوا ان شي واحد غريب شافها راجعه للدار ديالها وتبعها. ولكن فاش استجوبوا الاصدقاء اللي كانوا معاها في ديك الليله قالوا ان هذا الشيء ما يمكنش يكون، حيت كانوا فاش بغات تمشي خرجوا معاها وركبت في الطاكسي وشافوها غاده، وحتى شي واحد ما شافوه تابعها. المحققين جاتهم الهضره منطقيه، واصلا كانت عندهم ديك الفكره ديال ان اللي دار الجريمه ماشي شي شخص غريب تبع ديبي في الطريق، والدليل انه ماشي شخص غريب اللي دار الجريمه هو السرجم اللي دخل منه. داك السرجم جاي حداه الشجر والربيع، ما كيبانش مزيان. حتى الا ديبي خلاته محلول ما كيبانش محلول، خاص شي واحد اللي مولف كيجي لديك الدار هو اللي غادي يعرف ان داك السرجم ديال الدار ديال ديبي اولا، ويعرف انها كتخليه محلول. يعني في الغالب اللي دار الجريمه شي واحد كيعرف ديبي وفايت جا للدار ديالها. بداو المحققين كيقلبوا في الحياه ديال ديبي، يعني شكون الرجال اللي عندها في حياتها واللي ممكن يفكروا ياديوها. وتما ومن بعد ما استجوبوا العائله والاصدقاء لقاو جوج ديال السميات. الشخص الاول كان الطليق ديالها راندي تايملوك، قالوا ممكن يكون قتلها بسبب الغيره، بسبب المشاكل، او بسبب الحضانه ديال البنت، حيت زعما هي اللي خدات الحضانه وهو بغى ياخذها. ما داش بزاف دغيا خرجوه من القائمه ديال المشتبه بهم. في الاستجواب لقاو انه ما كانش كاع قريب للدار ديال ديبي او حتى لديك المدينه، وبالدليل. وثانيا العائله ديال ديبي نيت قالوا ان مستحيل داك السيد يفكر يأذيها، قالوا انهم تفرقوا حبيا وبقوا اصدقاء من مور الفراق، ما عمر دابزوا على بنتهم او على شي حاجه اخرى. والشخص الثاني اللي شكوا فيه كان صاحبها السابق، واحد السيد سميتو رونالد اوسبوند، كانت هي وياه في علاقه. هذا السيد كان ديجا تشد في الحبس شحال من مره، واخر مره تشد كانت ديبي هي السبب باش تشد. رونالد كان داخل في واحد العصابه كبيره ديال التجاره ديال المخدرات من بلاد البلاد، واخر مره كانوا باغيين يصيفطوا المخدرات من اونتاريو للجزر الكاريبي في طائره خاصه، ولكن ديك الطياره كانت طاحت. وفاش لقاوها البوليس عرفوها ديال من عرفوها ديال ديك العصابه اللي داخل معاهم رونالد. مشاو شدوا بزاف من الناس ديال العصابه حيت لقاو ادله اللي كيربطوهم مع هاد الطياره، ورونالد كانوا عارفين انه حتى هو داخل في هذا الشيء، ولكن ما لقاو حتى شي دليل اللي كيربطوا بها. وهنا جا الدور ديال ديبي، كان عاود ليه هذا الشيء وعرف هذا الشيء كامل، فلذلك جات شهادات ضده في المحكمه، وبسببها تثبتت عليه التهمه وحكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس. هذا الشيء وقع عام قبل من المقتل ديال ديبي، يعني في الوقت ديال الجريمه هذا السيد رونالد كان ديجا مشدود في الحبس، ولكن شكوا ياك ما صيفط شي واحد
باش ينتقم من هذا الشيء، باش ينتقم من ديبي بسبب هذا الشيء اللي دارت ليه. فاش بداو كيقلبوا المحققين ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتربط رونالد والعصابه ديالو بالمقتل ديال ديبي، يعني احتمال كبير حتى هو ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع ليها. واصلا فاش مشاو قالوها ليه في الحبس واخا شهدت ضده حس بالحزن عليها، قال لهم واخا داكشي اللي دارت لي كنبغيها وما عمر نفكر ناديها. دابا البوليس وصلوا لطريق مسدود، شكوا في جوج ديال الناس وحتى شي واحد فيهم ما صدق هو المجرم. اذا شكون اللي غيكون؟ نرجعوا دابا لمسرح الجريمه. في الاول البوليس والمحققين ما لقاو حتى شي حاجه من غير لا دي ان ديال المجرم اللي كان في الجثه ديال ديبي، واللي في ديك الوقيته في الاخر ديال الثمانينات ما كان نافعهم في والو. ولكن فاش زادوا قلبوا مزيان لقاو واحد جوج ديال الادله اللي كيبانوا ببساط، ولكن عند المحققين كانوا كبار بزاف. وبسبب هاد الادله باش غادي تثبت التهمه على المجرم. اول دليل لقاوه كانوا نضادر، كانوا ما بين بيت النعاس ديال ديبي وفين لقاو الجثه ديالها. قبل ما يشكوا في شي حاجه سولوا بعدا الوالدين ديال ديبي واش ديجا كدير نضادر، واش عندها نضادر في الدار. قالوا لا انها ما كديرش نضادر وما عمر شافوها دايره نضادر. اذا احتمال كبير دوك النضادر اللي لقاو ما بين بيت النعاس وما بين فين كانت الجثه ديالها احتمال كبير دوك النضادر ديال المجرم. قالوا انهم غادي يكونوا طاحوا ليه فاش كان كيدير الجريمه. وديبي فاش بدات كتزحف باش تهضر في التليفون مع 911 جراتهم معاها شويه. ثاني حاجه لقاوها في الجهه ديال السرجم ديال الكوزينه اللي دخل منه المجرم، لقاو تما حبه ديال مطيشه. في الغالب ديبي كانت حطاها تما، وفاش المجرم جاي يطلع مع السرجم طاحت وصطم عليها عاد طلع، وفاش صطم عليها خلى الاثار ديال صباطو باينين فيها مزيان. الخبراء ومن بعد ما زادوا فحصوا دوك الاثار لقاو ان الصباط اللي كان لابس فيه من التحت واحد بحال نقولوا زواقه بحال 7 او لا اس، ما بين 7 و اس. واخا هاد الادله بجوج كيبانوا ما غينفعوا في والو، ولكن عند البوليس كانوا اهم من داكشي اللي كتصوروه، وما بقى والو غادي تستخدموا ضد واحد الشخص. وكون ما كانوش هاد الادله بجوج اللي كيبانوا ببساط كون داك الشخص كاع ما قدروا يشدوه. من مور ما تنشر الخبر ديال ديبي وساق كلشي اللي في ديك المدينه ساق الخبر، واحد السيده سميتها كريستينا اتصلت بمركز الشرطه. فجاوبوها قالت لهم عندي شي معلومات ما عرفتش واش غينفعوكم ولا لا، غير بغيت نقولهم لكم يقدروا ينفعوكم في هذه القضيه ديال ديبي. قالوا ليها قولي لنا اشنو عندك. قالت لهم 4 سنين قبل من هذه الجريمه في 1985 قالت لهم كنت جالسه في الدار ديالي حتى سمعت تقرقيب جاي من ليطاج التحتاني ديال داري. قالت لهم ما بغيتش نتجاهل الصوت فلذلك هبطت باش نشوف شنو كاين، ومعاه هبطت لقيت واحد الراجل كبير طالع في السرجم ديال الدار ديال واحد من السراجم اللي كاين في ليطاج التحتاني باغي يدخل لداخل. قالت لهم هز فيا راسو وشافني، وديك الساعه رجع بحالو من تما هرب. وقالت لهم ما مشاش كيجري، مشى بشويه عليه داير يديه في الجيب بحال الا هادشي اللي داير نورمال. قالت لهم مباشره بديت كنسد السراجم ديال الدار ديالي كاملين، وكنت علمت البوليس بهذا الشيء اللي وقع، ولكن ما قدروش يلقاو شكون هو هذا السيد اللي بغى يدخل عندي. قالت لهم حتى دازت واحد المده تلاقيته غير بالصدفه في واحد البلاصه، ومشيت سولت عليه وعرفت السميه ديالو. واخا هكاك ما مشيتش عند البوليس نعطيهم السميه ديال السيد، صافي نسيت الموضوع وكملت حياتي عادي. قالت لهم حتى لدابا فاش شفت الاخبار وشفت هذا الشيء اللي وقع لديبي وشفت باللي المجرم دخل من السرجم ديال الكوزينه، قلت ياك ما نفس الشخص اللي حاول يدخل عندي هذه 4 سنين هو هذا اللي دخل عند السيده وقتلها. البوليس بطبيعه الحال خداو هضرتها بمحمل الجديه وطلبوا منها تعطيهم السميه ديال هذا السيد، وقالت لهم سميتو جيمس براون. في البلاصه مشاو كيقلبوا في الخلفيه ديال هاد جيمس شكون هو وشنو كيدير في حياته. جيمس براون في عمره 26 عام، كان كيلعب الكره وكيدير المصارعه والجيدو، وكان متفوق في هادشي اللي كيدير، خصوصا وان الفيزيك ديالو كان معاونو. كانت فيه في الطول 190 سنتيمتر وكان كيوزن تقريبا 158 كيلو. واخا كان بارع في هاد الرياضات فاش وصل للعشرينات من عمره بدا كيتراجع، والسبب هو الادمان ديالو على الكحول والمخدرات. هاد الادمان هذا لصقو فاش كان كيمشي بزاف للبيران في الليل والحانات باش كيسهر مع الدراري. جيمس كان تشد شحال من مره بسبب هذا الشيء، بسبب المخدرات والعنف، يعني السجل الاجرامي ديالو كاين فيه ما يتعاود. دابا من هاد المعلومات كاملين اللي عرفوا البوليس على هاد جيمس ما لقاو حتى شي حاجه اللي ممكن تكون كتربطو مع ديبي. هما لحد الان كانوا كيقولوا ان في الغالب الجريمه غيكون دارها شي واحد اللي كيعرف ديبي وكيعرف الدار ديالها، ودابا هاد جيمس لقاوه بعيد عليها ما يمكنش يكون كيعرفها. اذا احتمال كبير ما يكونش هو المجرم وانما شي شخص اخر. ولكن هاد الشيء تبدل فاش لقاو واحد الحاجه اللي كانت مهمه بزاف. جيمس قلت لكم باللي فايتشد شحال من مره، وفاش كيتشد شي واحد ومن الاجراءات اللي كيديروا البوليس كيصوروا
يصوروه، كتسمى الماك شاتس. فاش جبدوا الدوسي ديالو وشافوا هاد التصاور هادو اللي كيبانوا قدامكم مباشره، لاحظوا واحد الحاجه. شنو هي في نظركم؟ النظاظر اللي كندير في التصاور هما نفسهم اللي لقاو في مسرح الجريمه، والا ما كانوش هما نفسهم فراه كيشبهوا ليهم بزاف، وهاد النقطه ما يمكنش يتجاهلوها. فغير لاحظوا هاد الشيء، جيمس ولا هو المشتبه به الاول والرئيسي في الجريمه ديال المقتل ديال ديبي. ودابا خاص يشوفوا واش عنده شي علاقه بها، واش كان كيعرفها من قبل او لا. خداو تصويرتو مشاو نيشان للدار ديال الوالدين ديال ديبي، وفاش وصلوا المهم وحلوا ليهم الباب وراهم ديك التصويره وقالوا لهم واش كتعرفوا هذا السيد. والمفاجاه انهم غير شافوه عرفوه، قالوا انه كان الجار ديال ديبي، كان كيسكن في الحومه فين كتسكن. قالوا لهم انه كان كيسكن قريب بزاف، وفوق ما مشاو لعندها للدار ديالها كانوا كيلقاوه تما في الحومه يا جالس يا كيدير شي حاجه. بالحق قالوا انه من بعد رحل من ديك الحومه مشى لشي حومه اخرى هو والعائله ديالو. يعني جيمس فعلا كان كيعرف ديبي، عارفها فين ساكنه وعارف حتى الدار ديالها. من بعد مشاو عند الاصدقاء ديال الضحيه ديال ديبي وسولوهم واش عمر عاودت لهم شي حاجه دارها ليها هاد جيمس في وسط من ديك الحومه. كلهم قالوا انهم ما كيعرفوش وما عمر هضرات او لا عاودت عليه شي حاجه الا وحده فيهم. قالت ان واحد النهار مشات مع ديبي للدار ديالها، وفاش قربوا يوصلوا تلاقاو مع هاد جيمس وجه لوجه. قالت لهم كان كيبان بحال الا مبرهش في عقله وبدا كيتصرف بواحد الطريقه في شكل مع ديبي، بحال الا كان كيغازلها، كان كيتحرش بها، المهم شي حاجه بحال هكا. قالت لهم فاش دخلنا للدار ديبي قالت لي شتي هاد السيد هذا اللي تلاقيناه راه مهووس بيا، راه فوق ما شافني كيجي لعندي كيبغي يهضر معايا، كيبغي يجي يدي ويجيب معايا في الهضره. وقالت لها كنحس بيه بحال باغي بشده يتقرب مني وانا راه ما باغاش. صافي المحققين فاش عرفوا هذا الشيء فهموا اشنو كاين. جيمس كان مهووس بديبي، وفاش رحل من ديك الحومه ما نساهاش، وغيكون هو اللي تسلت للدار ديالها تعدى عليها وقتلها. مباشره من بعد هذا الشيء عيطوا ليه الاستجواب. كيف ما كتشوفوا هو هذا اللي كيبان في الفيديو، السيد جاي عادي نورمال، ما متوتر ما خايف ما والو. جلسوا معاه وجبدوا دوك النظاظر اللي لقاو في مسرح الجريمه، كانوا مسحوهم من الدم وكل شيء وراوهم ليه. قالوا ليه هاد النظاظر واش ديالك؟ بطبيعه الحال قال لهم لا ماشي ديالي، وكانوا اصلا عارفينه غادي يقول لا ماشي ديالي. علاش وراو ليه النظاظر؟ باش يشوفوا رده الفعل ديالو كيفاش دايره، واش غادي يتوتر فاش غادي يشوفوهم. ولكن هو كان دارس شغله مزيان، كان كيبان عادي، شاف النظاظر بحال شاف شي حاجه عاديه. ديك الساعه دازو معاه نيشان المعقول. شنو كنتي كدير في الليله ديال 20 يونيو؟ وحيت كانوا عنده شي خمشات اللي باينين في وجهه سولوه قالوا ليه ودوك الخمشات منين جاوك؟ قال لهم يا ودي في 20 يونيو ما كنتش في هذه المدينه، كنت في واحد المدينه اخرى في واحد لوطيل. وقال لهم بالنسبه للجروح اللي عندي في وجهي، قال لهم كنت خارج كنتمشى وجاو تعرضوا لي واحد جوج دراري وبداو كيضربوني وما عرفت شنو، وحتى فقدت الوعي. وفاش فقدت لقيت راسي مازال في بلاصتي وهما هربوا. البوليس ما تيقوش هاد التخربيق، اولا حيت ما بغاش يعطيهم السميه ديال اللوطيل قال لهم نسيت، وثانيا ديك القضيه ديال يهجموا عليه شي دراري ما يمكنش تكون. جيمس كان قد الجبل، شكون غادي يزعم يهجم عليه؟ في نفس الوقت فاش كانوا كيستجوبوا كانوا طلبوا مذكره ديال التفتيش للدار والطوموبيل ديالو، وكانت نيت خرجت ليهم. فهو كان في المركز مازال جالسين كيهضروا معاه، وفي نفس الوقت البوليس الاخرين مشاو باش يقلبوا دارو والطوموبيل ديالو. في دارو ما لقاو حتى شي حاجه، ولكن في الطوموبيل ديالو لقاو واحد الدليل مهم بزاف. لقاو واحد السبرديله، وفاش قلبوها لقاو فيها ديك الزواقه اللي كانت في مطيشه ديك 7 ولا اس. نيشان صيفطوها للمختبر باش تقارن مع الزطمه ديال المطيشه، ولقاوهم منطابقين. وباش يزيدوا يتاكدوا جابوا واحد البوليسي ولبس هاد اللبسه اللي كتشوفوا قدامكم، واللي كيلبسوها فاش كيبغيو يزيدوا الوزن ديالهم. جيمس كانت فيه 158 كيلو، ماشي اي واحد كيوزن 158. فالبوليسي لبس ديك اللبسه وزاد الكيلوات اللي ناقصين ولبس ديك السبرديله وصطم على مطيشه. وفاش هزوا ديك مطيشه باش يشوفوا الاثار ديال السبرديله جات الزطمه تماما بحال الزطمه ديال المجرم. دابا من بعد ما تبتوا ان جيمس هو اللي زطم على مطيشه، والدليل هو السبرديله ديالو اللي كاينه في الطوموبيل ديالو. دابا خاصهم يثبتوا النظاظر اللي تلقاو في مسرح الجريمه واش ديالو. هما راهم ديالو 100%، ولكن خاص اثبات اللي غيثبتوا ان دوك النظاظر فعلا ديالو، هما اللي كان دايرهم في التصاور اللي كاين عند البوليس فاش تشد. باش يديروا هذه المهمه استعنوا بالمساعده ديال واحد الدكتور والبروفيسور في جامعه اونتاريو ديال طب العيون، واللي كان سميتو غراهام سترونغ. مشاو عند المحققين قصدوه هو حيت كان احسن واحد في ديك الجامعه كامله، وطلبوا منه باش الا كانت شي طريقه كيفاش يديروا يقارنوا النظاظر اللي تلقاو في مسرح الجريمه مع النظاظر اللي داير شنو سميتو جيمس
التصويره. قال لهم كاينه طريقه واللي هي بالعبارات، ولكن المشكل ان في التصاور بجوج جيمس ما كيشوفش نيشان في الكاميرا، يعني ما يمكنش ياخذوا العبارات الحقيقيه وهو مايل. بالحق قال لهم كاينه طريقه اخرى واللي هي ياخذوا العبارات من الفلاش اللي ضارب ليه في عينيه كيف ما كتشوفوا قدامكم في التصويره. جراهام قال ان المسافه ما بين هاد جوج نقطات كتسمى المسافه بين الحدقتين، وهذا العبار كيستخدموه الاطباء ديال العينين على حساب العبارات ديال النظاظر. مشاو البوليس ومن الدوسي ديال جيمس جابوا العبار بالضبط ما بين البؤبؤ ديال عينيه باش يقارنوه مع العبارات اللي ما بين دوك جوج نقاطي ديال الفلاش، باش هكا يعتمدوا على هاد العبارات ويعرفوا القياس ديال اي حاجه في التصويره. كتعرفوا فاش كنكونوا كنقراو شي درس ديال الماط اللي كيكون معقد وكنقولوا مالنا على هادشي، اصلا هادشي ليش كينفع؟ فين كينفع. المهم من بعد ما داروا بزاف ديال الحسابات مبنيه على العبار اللي ما بين جوج نقاط ديال الفلاش، الدكتور جراهام لقى ان النظاظر اللي تلقاو في مسرح الجريمه منطبقين بشكل مثالي مع النظاظر اللي داير جيمس في التصاور. تشد جيمس رسميا بتهمه القتل ديال ديبي، وواخا حطوا الادله قدامه بقى ناكر انه دارها، وبقى لاصق في ديك القصه ديال كنت على برا ديال المدينه في اوتيل. في المحكمه هيئه الدفاع ديالو بغاو يلصقوا التهمه لداك رونالد اللي كاين ديجا في الحبس اللي كانت معاه ديبي في علاقه واللي شهدت ضده في المحكمه، ولكن القاضي اقتنع بالادله واخا ما كانتش قويه بزاف، اقتنع بالصدمه ديال مطيشه واقتنع بالنظاظر وبالشهاده ديال الدكتور جراهام. في الاخر حكم عليه بالمؤبد وما يقدر يطلب استئناف حتى يدوز 25 عام في الحبس. واخا تحكمت جيمس بقى ناكر التهمه حتى دازت 21 عام، عاد اعترف في 2010 اعترف انه قتل ديبي. قال انه كان مهووس بديبي لدرجه كبيره، واخا رحلو من ديك الحومه ما عمر ما قدر ينساها. مهووس ماشي بطريقه زوينه، اصلا الهوس ما عمر ما كيكون زوين سواء بطريقه زوينه ولا بخايبه. المهم كما قلت لكم واخا رحلو من تما ما عمر ما قدر ينساها، فلذلك كان ديما كيرجع لعندها الحومه كيبقى يراقبها شنو كدير ومع من خارجه ومع من داخله الى اخره. في الليله ديال الجريمه كان جا الحومه ديالها كيف ما العاده باش يشوفها شنو كدير، وتما مع 12 ديال الليل شافها داخله للدار ديالها وصافي ما بقاش قادر يزيد يشد راسو اكثر، وقرر انه يدخل باش يدير داكشي اللي دار. وخلاص حيت كان ساكن في ديك الحومه وكان شاف السرجم ديال الكوزينه ديالها اللي كتخليه ديما محلول، فكانت هذيك هي البلاصه منين دخل. وما دخلش ديك الساعه، كان مشى رجع للدار وجد راسو لبس الكحل وجاب معاه باش يدير الجريمه. عاد رجع مع ديك 3 ديال الليل ديال الصباح. ديبي كانت ناعسه فهجم عليها وهي ناعسه وتعدى عليها وحاولت تدافع على راسها وما قدراتش، فاستلم منها جبد الموس وطعنها 2 ديال المرات وخرج من تما خلاها كتموت. بقات جيمس في الحبس حتى 2018 من بعد ما دوز تما 29 عام. خرجوه ولكن مراقب. فاش خرج العائله ديال ديبي ما عجبهمش الحال، خصوصا بنتها. قالت انها مازال لحد الان كتفكر امها وانها تحرمت من امها بسبب وحشها، هو دابا غادي يخرج من الحبس فبحال والو شي وحده اخرى عاوتاني غتحرم حتى هي من امها. وكان عندها الصح حيت من بعد ما خرج ما دارش عقله. في 2023 تشد عاوتاني بسبب شي مدابزه في الطريق، شي مدابزه كبيره اللي داك الضحيه كان نعس في السبيطار شي 2 ديال السيمانات، وبسبب التجسس على واحد البنت اللي كانت صغيره عليه، كانت مازال في العشرينات من عمرها. يعني جيمس ما عمر ما تبدل وما خصوش يتخلط كاع مع الناس. من مور ما تشد اخر مره ما عاودش خرج، وفوق ما دفع طلب ديال الاستئناف كيرفضوه ليه، وكنتمنى انهم ما عمر ما يقبلوه ليه. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوا حتى الاخر. ما تنساوش دعموني بزر الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.